الله هنعرف مع بعض ايه هي الطرق المختلفة او اسهل الطرق اللي انا اقدر اسأل بيها عن الوقت او عن الساعة. يعني ازاي اقول الساعة كام بس بكذا طريقة في اللغة الانجليزية، وبرضو ازاي اجاوب على السؤال ده بكذا طريقة، وايه هي اسهل الطرق اللي انا اقدر اجاوب بيها. وهنعرف كمان ايه هي التعبيرات الزمنية المهمة اللي لازم اكون عارفها عشان اقدر اوضح بيها الساعة او اقدر اوضح بيها الوقت بصفة عامة. وكمان هنعرف مع بعض أهم الكلمات اللي هتساعدني على ده، وهنعرف ايه هو حرف الجر المستخدم اللي انا اقدر استخدمه للتعبير عن الوقت او للتعبير عن الساعة. ما تنساش تجاوب التدريب اللي موجود في اخر الحلقة، هتجاوبه في تعليق تحت الحلقة وهيتم التصحيح ليك علشان تتأكد انت فهمت الحلقة ولا لسه. دلوقتي اول حاجة لازم نكون متفقين عليها او لازم نكون عارفينها، يعني ايه كلمة الوقت باللغة الانجليزية. الوقت يعني time، يبقى خلينا متفقين ان كلمة time يعني الوقت. طيب دلوقتي انا لو حبيت اسأل حد الساعة كام او كام الساعة الان او ما الوقت، هسألها ازاي باللغة الانجليزية؟ زي ما في كذا طريقة دلوقتي قلناها باللغة العربية، في كذا طريقة بالانجليزي. طيب هنشوف اول طريقة مع بعض، او اول سؤال نقدر نسأله عشان نعبر عن ان احنا عايزين نعرف الساعة كام. ممكن نقول what time is it. طيب واحدة واحدة كده نعرف يعني ايه السؤال ده او نفنطه مع بعض. اول حاجة ان احنا لو جينا سألنا باللغة العربية هنقول كام الساعة او ما الوقت. طيب انا عندي كلمة what اللي هي باللون الاحمر معناها ما او ماذا، فهنا طبعا مش هينفع استخدمها بمعنى ماذا لكن هستخدمها بمعنى ما. طيب كلمة time يعني الوقت، يبقى إذا هنا هتبقى ما الوقت. is it طبعا احنا حطينا هنا is عشان خاطر time اسم لا يعد بيعامل معاملة المفرد فهياخد is. هسيب لكم طبعا اللينك بتاع الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد في الوصف وهتظهر معاك في آخر الحلقة، واللينك أو رابط حلقة الأفعال المساعدة بتاعت verb to be هتظهر برضو اللي هو is و are و am، هيظهر معاك برضو في آخر الحلقة وهسيبه لك في الوصف لو حبيت تراجع عليه أو تفهم عنهم أكتر. فهنا زي ما قلنا إن what time ما الوقت، is it اللي هي زي ما لو جينا قلنا is عشان خاطر إن هو مفرد، و it دي الضمير اللي هو هيعود على الوقت. طيب الطريقة التانية اللي أنا أقدر أسأل بيها السؤال بتاعي هو what is the time. what is the time ماذا يكون الوقت. زي ما احنا حطينا وقت بس هنا حطينا وراها is على طول، طبعا مش هنستخدم it زي اللي فوق، لا هنفصل بعد is هتبقى the time. تالت طريقة هي لو أنا عايزة أقول لحد بس الحد ده مثلا كبير أو حد عايز أقوله أسأله عن الوقت بس بطريقة ذوق أو باحترام أكتر، تمام؟ فمش هينفع أقوله الساعة كام، فمش هينفع أقوله what time is it أو what is the time، لأ أنا عايزة أقوله بطريقة أحسن من كده شوية أو فيها احترام أكتر، فهستخدم could you tell me the time please. could you tell me the time please. طيب could هنا اللي هي باللون الأخضر معناها هل تستطيع. you طبعا زي ما احنا عارفين اللي هي أنت، يبقى هل تستطيع. tell me اللي هي باللون الأزرق تخبرني، هل تستطيع أن تخبرني. the time احنا متفقين اللي هي الوقت، يبقى هل تستطيع أن تخبرني الوقت please من فضلك.
فهنا دي زي ما احنا قلنا الطريقة اللي هي المؤدبة شوية، او اللي هي بتنم على الاحترام اكتر، او لو هسأل بيها حد مثلا كبير او كده عايزة ابينه كنوع سؤال فيه احترام اكتر او نوع من الاحترام، فانا هسأله بنفس الطريقة دي. Could you tell me the time please؟ دلوقتي احنا عرفنا ازاي نسأل عن الوقت بكذا طريقة. طب ازاي نجاوب عن الساعة، او ازاي نقول بقى الساعة كام؟ قبل ما نعرف ازاي نجاوب على السؤال بتاع الوقت لازم نعرف تعبيرات زمنية مهمة، او ايه التعبيرات اللي احتمال استخدمها ولازم نكون عارفينها. اول حاجة عندي كلمة hour. hour يعني ساعة، مش الساعة اللي احنا بلبسينها او اللي احنا معلقينها على الحيطة، الساعة بمفهومها اللي هي 60 دقيقة. طيب كلمة دقيقة يعني ايه؟ minute. minute. طيب اقل من الدقيقة عندي الثانية. طيب ثانية يعني ايه؟ second. second. طب اللي اقل من الثانية اللي هي اللحظة moment. moment. عندي كمان تعبيرات تانية مهمة برضو عشان اقدر اعبر بيها عن الوقت، زي كلمة day. day. day معناها يعني اليوم او النهار. طب عكسها هتبقى ليلة او الليل، فهتبقى night. night. طيب عندي مصطلح كمان بيتقال او اختصار بيتقال لو عايزة اقول مثلا الساعة 9 صباحا، اختصار لكلمة صباحا، فهيبقى هو AM. انا دلوقتي في المرحلة دي مش عايزاك تعرف الاختصار بتاعها اللي هو AM، يبقى AM اختصار لكلمة صباحا. طب اختصار مساء PM. PM. طب كلمة صباحا نفسها او الصباح نفسها morning. morning. طب مساء evening. evening. طب كلمة بعد الظهر أو ظهرا، بعد الظهر afternoon. afternoon. لكن لو ظهرا لوحدها هتبقى noon من غير كلمة after. طب منتصف الليل اللي هي الساعة 12 بالليل، منتصف الليل midnight. midnight. برضو عندنا 4 كلمات لازم نكون عارفين الفرق ما بينهم أو كل واحدة معناها إيه بالتفصيل، زي كلمة hour. احنا قلنا إن hour معناها يعني ساعة، بمعنى 60 دقيقة، مش الساعة اللي احنا بنلبسها في الإيد أو ساعة الجيب أو ساعة الحائط أو أي ساعة already ملموسة يعني بنمسكها، لكن دي ساعة اللي هي بمعناها ساعة من الوقت 60 دقيقة. طيب الساعة مثلا اللي احنا بنعلقها على الحيطة أو بنحطها على حاجة دي اسمها ايه؟ اسمها clock. clock. طب لو بتتعلق على الحيطة هتبقى wall clock، ساعة حائط wall clock. طب ساعة اليد اللي بتتلبس في الإيد اسمها watch. watch. طب ساعة الجيب اللي احنا ممكن نحطها في الجيب pocket watch. pocket watch. دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هي الطرق اللي انا اقدر اجاوب بيها على سؤال what time is it او ما الوقت او كم الساعة. عندنا كذا طريقة. اول حاجة لما تكون عندي الساعة مثلا 5 بالضبط، يعني اي رقم بس بالضبط، 5 بالضبط، 4 بالضبط، 3، 10، 11، بس العقرب الكبير عندي واقف على 12. هنا اعبر عن الساعة ازاي؟ احنا متفقين ان احنا هنا هنقول it is. ليه it؟ it احنا قلنا بتعبر عن
أو ضمير بيعود على الوقت، فهنا هستخدم it. طبعا is عشان احنا قلنا الوقت مفرد، فهيبقى it is. طب الساعة كام؟ زي ما احنا شايفينها 5. 5 يعني 5. طب بالظبط عايزة أقول إن هي 5 بالظبط أو الخامسة تماما، هقولها ازاي؟ it is 5 o'clock. ايه كلمة o'clock دي؟ o'clock كده ليها قصة طويلة، هقول لكم المختصر بتاعها. أول ما الساعة طلعت أو أول ما الأجانب اخترعوها، كانوا طبعا مش أي حد بيقدر يشتريها، فكان الناس الأغنياء بس هي اللي معروفة، هي اللي بتشتري الساعة. فلما يجي حد يسأل عن الوقت، كان مثلا لو جه قال عايز يبين ان هو بقى معاه ساعة، او ان هو انا راجل غني وقادر ان انا اشتري ساعة، فعايز يتباهى بالموضوع ده، فكان بيقول it is 5 of the clock. الساعة الخامسة او الخامسة على الساعة، عشان يبين هنا ان هو معاه ساعة على الساعة، فكلمة of the clock على الساعة. فمع الوقت والسرعة في الكلام وخلاص بقى الموضوع بدأ يموت، وبقت الساعة حاجة عادية والناس كلها معاها ساعات، فبدأت كلمة of the تضيع مع الوقت، وبدأوا يختصروها ل o'clock. فهنا o'clock اختصار لكلمة of the clock. و of the clock طبعا هي مش مستخدمة حاليا، لكن المستخدمة هي o'clock. دي الطريقة الأولى لو الساعة عندي بالظبط أو تماما. طب الطريقة التانية، لو حد سألني بالعربي قال لي الساعة كام، ممكن أقول له إيه؟ الساعة 5 واسكت. نفس القصة في اللغة الإنجليزية، ممكن أقول له it is 5، يبقى it is 5. يبقى إذا هنا عندي طريقتين أعبر بيهم لو الساعة بالظبط أو تماما، إن أنا أقول it is 5 o'clock أو it is 5، الرقم على طول بتاع الساعة أو الساعة على طول. مثال تاني معايا، زي ما احنا شايفين دلوقتي الساعة قدامنا 9، فاحنا عايزين نقول الساعة 9. قلنا في طريقتين زي ما احنا عرفنا. طيب ايه الطريقة الأولى؟ هسيبك ثانية تفكر. أيوة، أول طريقة اللي أنا هقول it is 9 o'clock، الساعة 9 تماما. طيب الطريقة التانية برضه هسيبك ثانية، إن أنا هقول أيوة it is 9 من غير o'clock، يعني الساعة 9 على طول. it is 9. طيب لو الساعة زي ما احنا شايفينها كده 1:02، مش 1 بالظبط، طب هقولها ازاي؟ ركز معايا كده، هنقول it is 1:02. يعني ايه؟ احنا متفقين الساعة 1 يعني 1. طب ايه 02 دي؟ مش هنا في عندي 0 2؟ طيب 0 في الساعة ما ينفعش ان انا اقولها 02، لكن احنا الوقت عندنا كلمة او الزيرو بنسميه O2. يبقى اذا اي ساعة عدد الدقايق بتاعها اقل من رقمين، اللي هي مثلا 0 ورقم، فانا الزيرو هنا بسميه O واحط جنبها الرقم. يعني هي مثلا دلوقتي لو 1 و2 زي ما احنا قلنا هتبقى it is 1 or 2. طيب لو 1 و6 دقايق هتبقى it is 1 or 6. طب لو 1 و8 دقايق هتبقى it is 1 or 8. ليه؟ لأن 1 و8 دقايق يبقى 1 0 8، فهنا هتبقى it is 1 or 8. دلوقتي لو الساعة اللي قدامي مثلا رقم وجنبيه الدقايق رقمين، يبقى الدقايق عندي مكونة من رقمين. هقولها ازاي؟ زي الساعة اللي قدامنا كده 4 و10. ليها 3 طرق. أول طريقة اللي أنا هحط الساعة وجنبها الدقايق على طول، يعني هنا مثلا هقول it is 4:10، الساعة اللي هي 4 4 و10 الدقايق اللي هي 10، ما حطيتش أي فواصل، ما قلتش أي حاجة، يبقى it is 4:10. طيب دي أسهل طريقة. طب الطريقة اللي بعدها سهلة برضو، وهي بالبريطاني أو البريتش. البريطان هم اللي أغلب بيستخدموها.
ان انا هقول الساعة 4:10. بس نخلي بالنا ان احنا في الانجليزي بنعكس، يعني هقول الدقايق الاول وبعدين الساعة. يعني بدل ما اقول 4:10 هقول 10:04. الدقايق هي اللي بتيجي الاول، فهقول it is 10:04. it is 10:04. كلمة past اللي باللون الاصفر دي معناها و. طب بالامريكان او بالامريكاني هل بيقولوها بنفس الطريقة؟ لا، بيقولوها الامريكان بيقولوها بطريقة مختلفة. بيشيلوا كلمة past ويحطوا كلمة after بعد، يعني 10:04. الساعة 4 بس بعدها 10 دقايق، يبقى it is 10:04. it is 10:04. طيب لو الساعة زي ما احنا شايفينها كده 5:15، احنا بنقولها ازاي بالعربي؟ بنقولها بطريقتين، 5:15 دقيقة او 5:15. طيب ازاي نقول الكلام ده برضو بالانجلش؟ اننا اول حاجة زي ما اتفقنا هنقول الساعة وجنبها عدد الدقايق على طول. هنا 5 هيبقى 5 وجنبها 15 دقيقة او 15. it is 5:15. it is 5:15 على طول. طب لو عايزة اقول 5:15 ليها طريقتين، قلنا متفقين طبعا من المرة اللي فاتت ان هي ايه، او زي ما قلناها من شوية، طريقة بريتش وطريقة امريكان. طب الطريقة البريتش ان انا هقول 5:15 اللي انا بستخدم فيها كلمة past. طب ربع اصلا يعني ايه؟ quarter. فهنا هقول، طبعا احنا متفقين ان احنا بنعكس، يعني هنجيب الربع الاول وبعدين الخمسة، يبقى ربع وخمسة بنعكس، هتبقى it is 5:15. it is 5:15. طب لو الامريكان هنشيل past ونحط after زي ما اتفقنا، فهتبقى it is 5:15. it is 5:15. طيب لو الساعة قدامي زي ما احنا شايفينها كده 10:05، وممكن اقولها 9:55 دقيقة، هقولها ازاي؟ نفس الطريقة برضو بالانجلش، ان انا اقولها 10:05 او 9:55 دقيقة، ان انا هحط رقم الساعة وجنبها الدقايق زي ما احنا متفقين، فهتبقى it is 9:55. it is 9:55. طب لو عايزة اقول 10:05 زي ما اتفقنا ان ليها طريقتين، طريقة بريتش وطريقة امريكان. طيب بريتش هنقول ايه؟ it is 5:10. it is 5:10. زي ما احنا متفقين ان احنا بنعكس، بنجيب الدقايق الاول، فهنا الا 5 فهتبقى الخمسة هي الاول. طب كلمة الا هي 2، يبقى كلمة الا اللي هي 2، و10 اللي هي الساعة، يبقى 10:05. طب الطريقة الامريكان هشيل 2 واحط before، يبقى هشيل 2 واحط ايه before، فهتبقى اللي هي قبل، يعني 10 ولسه قبلها 5 على ما تتم 10، 5 دقايق على ما تتم 10، فتبقى it is 5:10. it is 5:10. طيب لو حبيت اقول الساعة 10:45 دقيقة او 11:15 هقولها ازاي؟ احنا متفقين ان في 3 طرق. طيب اول طريقة اللي احنا قلنا بنحط الساعة وجنبها الدقايق، يعني هتبقى ايه؟ معاك ثانية تفكر. بالظبط it is 10:44. it is 10:44. طيب لو حبيت اقول 11:15 قلنا في طريقتين، واحدة بريتش وواحدة امريكان. طب البريتش خلينا متفقين الاول اني ربع، يعني زي ما احنا اتفقنا quarter. طب الا 2، الا يعني 2، وزي ما احنا اتفقنا ان احنا بنحط الدقايق الاول وبعدين الساعة لما بنيجي نقول الصيغة دي، فهتبقى it is 10:45. it is 10:45. طب لو حبيت اقولها بالامريكان هشيل 2 واحط مكانها before، قبل، كلمة قبل before، يعني 11 وقبلها لسه ربع، يعني في ربع قبل ال11 على ما تتم ال11، هتبقى it is 11:45. it is 11:45. طيب لو حبينا نقول بقى ونص، في طريقتين زي الساعة اللي قدامنا دي مثلا،
ممكن اقول 36 دقيقة او 6:30. طب لو حبينا نقول 36 دقيقة قلنا ايه؟ هنحط الساعة وجنبها الدقايق على طول. It is 6:30. It is 6:30. طب لو عايزين نقول 6:30، احنا متفقين ان وي او و معناها past. طب النص معناها ايه؟ half. يبقى نص يعني half، فهتبقى it is 6:30. It is 6:30. دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هو حرف الجر اللي انا اقدر استخدمه مع الساعة او استخدمه قبلها بمعنى اصح، وهو حرف الجر at. هنا at جاية بمعنى في الساعة كذا، او الساعة مثلا 7 صباحا، في 7 صباحا، في 8 مساء. يبقى هنا حرف الجر at هو اللي احنا بنستخدمه مع الساعة. زي لما اجي اقول I wake up at 7 AM. wake up يعني استيقظ، انا بستيقظ at في 7 AM، 7 صباحا. احنا متفقين مع بعض ان AM يعني صباحا. طيب مثال تاني، I have my breakfast at 8 in the morning. نلاحظ هنا ان انا عندي حرفين جر. طب الجملة معناها ايه؟ I have my breakfast، انا اتناول فطاري. breakfast يعني فطار. at في 8 الثامنة، in the morning في الصباح. نلاحظ هنا ان the morning ما خدتش حرف الجر at، لكن بتاخد حرف الجر in. يبقى الاوقات هي الظهر، الصبح، بالليل، مساء، صباحا، ظهرا، بنحط قبلها حرف الجر ايه؟ in. لكن الساعة اللي بحط قبلها حرف الجر at. مثال تاني يوضح معايا اكتر، زي لما اجي اقول I go to bed at 10:30 in the evening. I go to bed at 10:30 in the evening. أنا أذهب إلى الفراش في 10:30 أو 10:30. هنا استخدمت قبل الساعة حرف الجر at. في المساء، يبقى استخدمت قبل كلمة المساء حرف الجر in. نخلي بالنا من الحتتين دول. يبقى قبل الأوقات اللي هي ظهرا، صباحا، مساء بحط in. طيب قبل الساعة أو عدد الساعة بحط at. دلوقتي قبل ما نختم حلقتنا هتحل التطبيق ده في التعليقات. يعني هتكتب حلك في تعليق تحت الحلقة، وهيتم تصحيح التعليق علشان تتأكد انت فهمت الحلقة كويس ولا محتاج تشوفها تاني. وإن شاء الله هكون في انتظار حلكم في التعليقات. وبكده يبقى انتهى درسنا النهاردة. فياريت متنسوش تتابعوا معايا الدروس الجديدة والمسابقات اللي هتتم على القناة وعلى الصفحات بتاعتي.